أهلا وسهلا يا حاج. نعود الآن إلى المناسبات الاجتماعية والحياة الاجتماعية في قرية عبدس الفلسطينية. كيف كان يحدث الزواج؟ ممكن قلنا من البداية حتى الزواج السعيد. والله الزواج كان يعني واحد عنده مثلا بنت أو واحد بده يجوز ابنه. نعم. البلد كلها مش بعيدة عن بعضها، يعني البلد عارفين بعض، يعني أبو الولد عارف البنت وأم البنت وأبو البنت وأخو البنت، يعني ما فيش يحتاج يسأل. يعني عائلة واحدة مترابطة. ما كانش يعني واحد يسأل كيف فلان كويس أو عاقل، لأنه معروف. صحيح. كله منطقة واحدة محدودة. نعم. أعجبته مثلا بنت زيد من الناس، يودي له وجهها من وجهاء البلد ويطلب منه بنته. إذا وافق طبعا يمهرها. نعم. قديش المهر؟ ممكن يكون 200 جنيه، 250، 220، يعني لحد 300 جنيه، ما زادش الفيد عن 300 جنيه. في آخر سنوات بيقول لك المهر زاد. كان في الأول قليل وبعد هيك زاد، يعني آلاف. نعم. أنا بحكي بالنسبة للبلد. نعم. طيب بتتفقوا تمام التمام، بعد هيك كيف بجهزوا أمور الفرح؟ يعني يدفع الفيد. نعم. وجيب المأذون يملك، يغنوا لهم شوية، وبعدين يجهز العرس يقعد 5 6 7 أيام، وهالسامر يرجع في البلد، وكل أهل البلد والمجاورات يجي من بيت عرفة ويجي من السوفير ويجي من بيت دراس يحضروا سامر دحية ودبكة، يستلوا هالشباب ويروحوا يقعدوا لهم أسبوع أو أكثر، والفرح قايم شغال. وبعدين يجهزوا العروس، وكان على جمل يزفوها يركبوها على الجمل، يحملوها سيف وتبقى قاعدة. الجمل يبقوا حاطين عليه زواج من هان ومن هان، وعاملين هودج على ظهر الجمل. نعم. يقعدوا العروس ومسكوها سيف، وفي السيف على راس السيف تبقى رابطة منديل حرير، ويلفوا فيها داير البلد. إن كان من بلد ثانية يجيبوها من البلد الثاني على البلد، وإذا كان من البلد لازم يلفوا ذيال البلد فيها. ويجي اللي تمر عن دارك، يعني لما يجوا قبل ما ياخذوا العروس يجي يقلد الجمل، يربط في رقبته منديل. أيوه. وأوقات كان يبقوا يتكاتلوا على اللي يربط المنديل. اللي يربط المنديل في رقبة الجمل هذه لازم العروس تروح على داره، تقعد لها ساعة زمان، يذبح ذبيحة، والعروس يجيبوا فرس يركبوها عليها ويودوها على دار العريس. كانوا يتنافسوا في إكرام العروس، يعني يتنافسوا على عزومة العروس. نعم. أيوه. طيب بعد ما ركبت العروس على الهودج ومزين وفرحانين، تروح على دار اللي قلد الجمل أول. بقول لك يجي يذبح له ذبيحة، يذبح له خروف، وهي يروحوها على دار العريس برضه بالزهفة. نعم. وهو يطبخ الخروف، والمغرب يحمله في صينية، يحط رز وفت وهيك، ويرجد هالخروف فوقه وحمله لمرته ووديها على دار العريس. طيب ايش كانوا يغنوا في الافراح؟ ايش كان اغاني مشهوره شيء؟ هذا غناوي النسوان، انا ما بقدرش اقول لك ايش هي. طب مواويل الرجال في السامر في مواويل مشهوره؟ لا، السامر غير عن غناوي النسوان. غناوي السامر كان يبقى واحد يبدع وخذاك يردوا عليه. يعني مش فاكر مواويل منهن؟ والله فاكر، لكن ايش اقول لك؟ اي حاجه سمعنا. كانوا يقولوا يا سامع الصوت صلي على النبي صلي، وكانوا يقولوا يا احباب يوم علمنا فرحك وجينا ننزه القلب ونروح لهالينا. خلاك يقولوا يا مرحبا بك يا من دلك يا من جابك يا ريح مصري وهب ريح جلابك، يا مرحبا بك على ما تشتهي وتريد غزلان ولا من بنات العيد. وطول الليل اسبوع هم يخلعوا بهالشكل.
طيب كان في اللي هو والضيف لنظاف عنده أيوه. ديوان يقعد فيه، يقعد على بكرجه لما الغداء يجي. هذا من هالنوع. طيب كان في اللي هو الطهور، الختان بسموه، كيف كان هذا بصير؟ الطهور في ناس كانوا يطهروا، يزفوا المطهر، يركبوا على فرس ويلفوا في دائرة البلد، وفي ناس ما يعملوش. يعني هذه كانت حرية. طيب كيف كان اللبس في عبدس الزي الشعبي يعني؟ اللبس كان هندي وسروال وقميص. والنساء؟ والنساء كان ثوب مطرز اسمه، يطرز عليه بحرير. اسمه ثوب مجدلاوي. كان اشي يقولوا له ابو 200، وش يقولوا جلجلي عنه، وش يقولوا درزي، وش يعني مش شكل واحد كله، لكن قماش مجدلاوي. طيب كان يحج في مواسم؟ كان في مواسم. ايش؟ كان 4 أيوب، كان المنطار، وكان النبي صالح في الرملة. هاي المواسم اللي كنا نعرفها. طيب بالنسبة للتعليم يا حج كيف كان؟ في مدارس؟ كان في عندنا مدرسة أهلية، يعني عبارة عن غرفتين. مكان خاص يعني ولا في بيت أحد الأشخاص؟ لا، في بيت أحد الأشخاص. مين هو لو سمحت تذكرنا اسمه؟ والله كانت عند الشيخ حسن. الشيخ حسن اسماعيل. الشيخ حسن اسماعيل. نعم. ايش يعني كانوا يتعلموا ويدرسوا فيه؟ كان يتعلموا أبجد وهوز وأليف باء وحاجة زي هيك، وبعدين يركزوا التعليم على المصحف. يعني اللي يقرأ المصحف يقولوا ختم وعاود يعيد فيه يقولوا ختم وعاد. هاي بس هاي التعليم كثير في يتعلموا فيه يعني؟ كان يتعلم، يعني يتعلم القراءة والكتاب وبس. نعم. طيب بالنسبة نرجع للمخاتير. كم كان عدد المخاتير في عبدس؟ 2. الحارة الشرقية فيها مختار اللي هو الحج عبد العزيز صافي. والحارة الغربية فيها مختار، كان رباح الحج رباح الله يرحمه، والحج عبد العزيز صافي. نعم. هذا للشرق وهذا للغرب. نعم. طيب بشكل عام كانت أمور القرية جيدة وطيبة؟ والله كانوا ممتازين جدا، يعني ولا يعرفوا. أقول لك كانوا زي الإخوة.